السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده اليوم الرابع من عند الكتاكيت ان شاء الله. النهارده عامله خلطة حلوة تفتح نفسهم وترفع مناعتهم، وفي نفس الوقت مضاد حيوي ورافع مناعة يعني. الازازة ديت اللي هي مضاد حيوي ومعه تنفسي، كان باقي منها سنتي فحطيتهولهم النهارده الرابع بقيت الازازة، فمش مشكلة يعني، مش هيضر. غسلت لهم السقاية ومليتها. السقاية ديت ساعتها لتر. هنا انا مجوعاهم ساعتين علشان ياكلوا الخلطة عبارة عن بصلة مقطعاها قطع صغيرة، واربع فصوص توم، ومعلقة عسل اسود. البصل مضاد حيوي والثوم رافع مناعة ومضاد حيوي قوي حلو، والعسل الاسود فاتح للشهية. حاجة حلوة يعني، وحاجة جميلة بتخلي ال- الفراخ تاكل وتقبل على العلفة وتاكل. لان انتوا عارفين ان احنا في الصيف، ودايما الطيور عموما ما بتاكلش الظهر من شدة الحرارة. احنا عايزينهم تفتح نفسهم علشان يدونا وزن في النهاية. كنت مجوعاهم، شوفوا ما شاء الله هيتهبلوا على الاكل. مش عارفة احط الخلطة. ان شاء الله اللي حابب يتابعني علشان احنا هنمشي مع بعض كده يوم بيوم بإذن الله. اللي عايزة منكم بقى تدعموني وتعملوا لي لايك. القناة يا جماعة كانت وقفت فترة طويلة علشان لظروف صحية يعني، ربنا يعافينا ويعافيكم. فرجعت اهوت. دعموني بقى بلايك واشتراك حلو منكم، الكومنتات بتاعتكم الجميلة. الفراخ البيضة دي جميلة جدا، لو اهتمينا بيها بتدي وزن حلو قوي يعني. لو مشينا معاها بالراحة، وسعنا المكان والتهوية مظبوطة. التهوية مظبوطة. وانا على فكرة ما حطيتلهمش لمبة خالص من اول ما جبتهم، لان الجو حر فما حطيتش لمبة. الجو حر جدا، ما حطيتش لمبة خالص. وبعدين العدد صغير يعني، ومحكوم في الكرتونة. لكن انتوا لو عندكم اعداد كبيرة طبعا لازم تحطوا لمبة، لازم تحطوا لمبة. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.